واحدة لأنقذتك مما أنت فيه. قولها، قولها أعفو عنك. كفى. لا أريده أن يموت. نكمل غدا. الياس سلامتك. عاصم تعال 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 اقول لك تعال. سلامتك. ألف سلام عليك. هذا الياس القاضي، صاحبي وصديقي ورفيق دربي. اقول لك سيادة القاضي، انت عليش حبسوك؟ يا عذرا يا أم النور، وقفي ويا بابا، احميه، طلعي من محده. مالي غير أدعي له. نجينا يا عذرا. نجينا. ما هو دفاعك عن التهم التي تتهمك بها الدولة الإسلامية، ومنها الحكم بالإعدام زورا وظلما على بعض الإخوة من المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله ضد الدولة الكافرة وجنودها، وكذلك عصيانك للأوامر ورفضك مغادرة الموصل كما أمر مولانا الخليفة أبو بكر البغدادي. لماذا لا ترد؟ أنا مو متهم حتى أدافع عن نفسي. والتهم اللي تقول عنها أنا أفتخر بيها ومستعد أكررها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. إذن أنت مصر على أفعالك الكافرة أيها الكافر. أنا مو كافر، أنا مسيحي من أهل الكتاب اللي قال عنهم القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تضيف شيء ثاني. صدق الله العظيم. حكمت المحكمة الشرعية للدولة الإسلامية بالموصل على القاضي الكافر إلياس بالإعدام شنقا.
عليكم تسووا مع ابويا؟ امشي. حرام عليكم تسووا مع ابويا. ابويا عمره ما خالف القانون، طول عمره يحكم بالعدل، طول عمره ما ظلم احد. انتوا ليش تظلموه؟ ليش؟ ليش سويت بينا هيك؟ ليش؟ ليش ما سمعت كلامي وتركت الموصل؟ ليش؟ ليش تتركني اشوفك بهذا المنظر؟ ليش؟ ليش؟ ليش وارين وارين وارين؟ يا رب ابويا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب تحمل يا ابويا، يا رب يا رب يا رب. أرجوك أبو عبد الله اطلق سراح الياس القاضي، وأنا أوعدك ينفذ كل أوامرك ويترك الموصل. سوف أذهب وأتحدث معه، وهو من سيقرر مصيره. ما افتهمت قصدك. وأنا أيضا أريد أن أفهم وضعك يا حج كاو. تفهم وضعي؟ عرفت أنك صديق شخصي للواء عاصم الضابط المنشق، والآن ترجوني كي أفرج عن القاضي النصراني. حج كاو، نصيحة مني، خاف على نفسك. أنا ما عاد فاهم اللي بيدور في راس أبو عبد الله، وليش ما ننفذ حكم الإعدام في القاضي النصراني؟ أنت لازم تحتج على أبو عبد الله الذباح، وليش سلطته أعلى من سلطتك، ومو من حقه يوقف تنفيذ أحكامك. أنت قاضي القضاة يا أبو الوليد، ما يصير أحد يعدل على أحكامك أو تنفيذها. أنا ما أريد أصطدم بأبو عبد الله هسه. الوالد أبو خالد حبيبه، هم أصدقاء من سنين. تدري أبو الوليد، اليوم عجبني طفل بالسوق كأنه ملاك. مو أنت رافضة إني أتزوج وأجيب طفل يتربى وياك وهي أمه؟ الزواج لا يا أبو الوليد. تريديني آخذ طفل من السبايا وأربيه؟ لا، أنا ما أربي غير طفلي ومن صلبي. وأنا راح أقول لك شلون تجيب لي الطفل اللي نفسي بيه ومن صلبك وبدون زواج. من غير زواج؟ شاوة، انت امانة برقبتك، اريدك تدير بالك عليها. لا تشيل هم يا الياس، كريستينا ما أنا برقبتي. اريدك تطلعها من الموصل. لا، ما اطلع من الموصل، ابقى يمك حتى لو بدي اجلس العمر كله. هذه مو موصل اللي عشنا وكبرنا ونشأنا بيها، هذه جهنم. يلا عمو يلا يلا، خلينا نروح ترتاحين شوي. لا حول ولا قوة. أترجاك تفرج عن أبويا،
أبويا إذا بقي بهذا الوضع ممكن يموت. خذوا القاضي، البسوه ملابس نظيفة وأطعموه. حتفرج عنا. لا تستعجلي. هيا بسرعة. هيا تعالي هنا. انت ايش تحكي؟ هذا المفروض اسويه، اروح الموصل واطمن على كريستين وابوها. انت ناسيه ان الدواعش غلقت حدود الموصل ولو دخلتي لها ما راح تقدرين تخرجي منها؟ نيشان، اني الليل كله ما نمت وانا افكر بيهم. زين انا عندي خبر اليش لازم تعرفيه. شنو؟ شكو؟ اتصل بي سعد بن عمتي اللي يداوم بصيدليه المستشفى وقال لي هذا الداعشي اجى سأل عليك اكثر من مره. سأل علي يعني؟ اي نعم. شو يريد من عندي؟ شو يريد مثلا؟ اكيد ما رايدك بخير. ما شاء الله ما شاء الله. القاضي إلياس الذي حكم علي بالإعدام. أكلت؟ أأمرهم أن يحضروا لك الطعام؟ دعنا نأكل سويا حتى يصير بيننا خبز وملح. هو رافض الأكل يا أميرنا. هذا لا تريد أن تأكل من أكلنا. أنت شنو اللي تريده مني؟ أنا على استعداد أن ألغي حكم الإعدام وأفرج عنك وتعود إلى بيتك، ولن يستطيع أحد أن يخرجك منه أو من الموصل، وتكون تحت حماية الدولة الإسلامية وحمايتي أنا شخصيا. ما رأيك؟ وشنو المقابل لكل اللي أنت قلته؟ النسب. توافق أن أتزوج ابنتي. لك أنت شنو تحكي؟ أنت انجنيت؟ ماذا؟ أريد أن أتزوجها على سنة الله ورسوله، ثم أنها ستتزوج من نائب الوالي. وأنا أرفض أن أزوجك ابنتي حتى لو كانت حياتي هي الثمن. مستحيل مستحيل أن أزوج ابنتي لمجرم سفاح. أستطيع قتلك وأتخذها جاريتي دون زواج. ابنتي عمرها ما حتكون جارية. تعرف ليش؟ لأنها مسيحية، ودينك يمنعك من أن تأخذ نساء أهل الكتاب سبايا وجواري. في الحرب وفي الجهاد يجوز ما لا يجوز، والضرورات تبيح المحظورات، والآن من يحاسبني؟ من يكسر أوامري؟ فهمت؟ إذا افتكرت نفسك قادر على كل شيء، أو أنه حياتنا أو مماتنا خاضعة لمشيئتك، تبقى أنت والي. ولازم تتذكر إنه في رب اللي خلقنا كنا، وإنه مشيئته
فوق مشيئة كل الدنيا، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. بيوم من الايام كنت انا مسافر برة الأحفر، وسمعت من الاخبار بانه داعش طبوا على الأحفر وكتلوا كل اهلي، امي، ابوي، اخواني. تدري ليش؟ لان احنا الشيعة وبنظرهم كفرة ومرتدين. وهذا اللي خلاك تنضم للحشد الشعبي؟ آسف رضوان، قلبت عليك المواجع. انا عمره ما راح انسى اللي صار بينا، وراح يبقى محفور جوا قلبي من نال لحد ما اخذ بثار اهلي وثار شكوى واحد قتله داعش. انا داعش ما قتلوا اي واحد من اهلي، لكن هجرونا من محافظتنا الموصل وسلبوا كل اموالنا وكل شيء نملكه، وبسببها ابويا تمرض ومات بسكتة قلبية. لكن راح تلقى عند كل شخص ثار عند داعش. الله يرحمه. كلامك صحيح، لكن برأيي الثار ما لازم يكون شخصي. هذا الثار ثار العراق كله. أترجاك طمني على أبويا. بخير. أعرض عليك عرضا إن وافقت سيكون خيرا لنا جميعا. شنو اللي طالبه؟ صفقة، تأخذين مني ما تريدين وآخذ منك ما أريد. أنا موافقة، موافقة على أي شيء أنت تريده، بشرط ترجع لي أبويا بالسلامة. ألغي حكم الإعدام فورا ويعود معززا مكرما، بشرط أن نتزوج. نتزوج؟ واضح كأني لست الشخص المناسب لبنت القاضي كي تتزوجوا. أنا موافقة. موافقة؟ بشرط تخليني أشوف أبويا وأطمن عليه. تشوفي وتطمئني عليه ويحضر زواجنا، ويبقى ويانا بالموصل ويحبها وله ذكرى بكل مكان فيها. من عيوني. اطمئني. اعطني كلمة السر الخاصة بجوالك. وليش تريد كلمة السر؟ أقصد هذا مو مالي والمفروض يكون معايا. صودر أصبح ملكا للدولة الإسلامية. كلمة السر. انت بنت القاضي، ما حد يقترب منك. رفضك ما رح يغير شيء من الواقع. ناس هواية قبضوا عليهم واختفوا وما حد يعرف شنو مصيرهم. أنا خايفة هواية من اللي قادم. احنا لازم نطلع من الموصل. أترجاك أبوس إيدك، كل شيء قاعد يتدهور بالموصل يوم بعد يوم. بنتي، أنا سبق وقلت إنه أنا ما راح أترك البلد اللي انولدت وتربيت بيه. لن أحني رأسي للإرهابيين. والله أخويا الياس، ترى الله ما ينسى عبده، وهو سبحانه وتعالى هو اللي يحرس بنتك، وإن شاء الله يحرسنا كلنا. يا ريتني سمعت كلام بنتي طلعنا من الموصل. كنت أصور نفسي بطل واعترف أنا مو بطل.
بس اكتشفت انه انا بطل من ورق. ارجوك الياس، ارجوك لا توجع نفسك بهذا الكلام. كنت افتكر نفسي وعدني حضرة القاضي، تحت ايدي مال وجاه سلطان، وما اخذت بالي انه المعبد وقع فوق راسنا كنا، وانا اولهم. عليك أن تفهم أن ابنة القاضي ليست من الصنف الذي يعجبني. كيف وأنت الذي طلبت يدها من أبيها ومنها أيضا؟ سبب واحد جعلني أطلب يدها من أبيها، أذله، أراه مكسورا. يا أخي، طلقة واحدة في قلبه وأرح نفسك. وأضيع على نفسي متعة إذلاله. سأشرب من نفس الكأس التي شربت منها في السجن قبل الإعدام. لا، أرجوش لا تتزوجين هذا المجرم. أنت ألف عريس تقدم لك، ترفضين وتتشرطين، وآخر شيء أنت الياس القاضي تتزوج كلب كلاب داعش. ليش؟ ليش؟ ليش يا كريستين؟ ليش حبيبتي؟ كريستين؟ الو كريستين؟ كريستين ده تسمعيني؟ ليش سادة موبايلك كل هالوقت؟ كريستين الو؟ اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رجعت سدت موبايلها مرة ثانية، ما دا أفهم شو يصير. جوانا، انتي بعد ما تتزوجين راح ترجعين شغلك للموصل؟ ما أعرف، بعدني ما قررت. دكتورة، أذن المغرب والفطور جاهز. إيه؟ زين، انتوا ابدوا بالعافية وأني هسه أجي وراكم. تمام، براحتك. الله يبارك فيك يا أم الوليد. بس أنا ما عندي فساتين أعراس جاهزة، بس عندي اللي يفصلوا لكم خلال أسبوع واحد. على بركة الله. لي طلب صغير. شنو طلبك يا أبو عبد الله؟ يكون لونه أسود. أسود؟ بس هذا فعلا مو زين يا أبو عبد الله. أرى أنه سوف يزيد من جمالك. أسود. أم الحارث، أخذي قياساتها.
كان عرس أسود. ايه اسود، والقصة بينت وعرفنا ابو عبد الله ليش ما نفذ الحكم الاعدام على القاضي الياس. قصدك حتى يتزوج بنته؟ اي طبعا، ومو بعيد يفرج عن القاضي ويعتبره مهر العروسة. لا، هيك ابو عبد الله يكون بيسوي خطأ كبير جدا. السلام عليك يا مولانا أبو الوليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جبت لك الشيء اللي وصيتيني عليه. بارك الله بيك. جبت لك السبيل راح تجيب لنا الطفل اللي نحلم به. والله؟ شنو اسمك؟ أم الحاضر. شيلي النقاب. سلام قولا من رب رحيم. ألف الحمد لله على السلامة سيدي. الله يسلمك. الحمد لله، ربنا أكرمنا وطردنا الدواعش من كركوك. مهمتنا انتهت هناك. الحمد لله والشكر سيدي. صدق بالمناسبة، وش وقت زواج الدكتورة جوانا بنتك؟ إن شاء الله بعد أسبوع. وأنا جيت من كركوك لهنا حتى آخذ إجازة لما بعد العرس. لازم تحضر العرس. لا أكيد سيدي، إن شاء الله شايفين كل الخير. إن شاء الله. إن شاء الله. أشوف وشك بخير يا جرجيس. طمنا عليك يا قيس. إن شاء الله. رضوان أصدقاء. إن شاء الله. وراح أزوركم في المعسكر واطمن عليكم كل فترة والثانية. أهلا بك. كل الهلا بك. إن شاء الله تساهمون في معركة تحرير العراق ونفرح بتحرير العراق كلها. إن شاء الله. إن شاء الله. أودعناكم. الله معك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. أليست هذه صورة الدكتورة جوانا؟ سمعت أنها سوف تتزوج قريبا. صحيح، وأتمنى أنا وأبويا نحضر زواجها. سننظر في هذا الأمر. تنطيني موبايلك أو موبايلي أطمن عليها. هسه كلش قلقانة